السلام عليكم. حابب اتكلم النهارده في موضوع مهم، هو بخصوص الستوري اللي كان منزله زهير المترجي اللي كان قاعد بينوح فيه وبيبكي ده، يعني على بعد خسارة افريقيا، وطالع قاعد يحزق ويلقح على الاهلي ويقول لك اما تسيب لحد لقمه بيقعد يزيد فيها. لا يا اسطى، احنا والله ما بنزيد ولا بنهري يا اسطى، احنا ابطال القاره يا اسطى. انت 3 دوري ابطال، 3 دوري ابطال. احنا كنا واخدين البطوله التالتة دي يا اسطى 2001، يعني من كام سنه، قول حوالي ربع قرن يا اسطى. انت بقى اللي بتطلع تزيط وتصيح، انت بتبقى عارف انت كسبان البطولات ازاي وبتنافس عليها ازاي. بفضل التحكيم، وبفضل الحاجات اللي انت بتعملها في الاتحاد الافريقي، اللي بيقعد برضو ليك هناك سلطة وكده بتساعدك وتمولك. فصباح الفل يا اسطى، انا واخد البطولة السنة دي على قفاك وفي ارضك، في ارضك يا حصالة، وتانيك اقعد عيط. انا عارف البطولة، ما انت البطولة دي بتيجي على ارضك دي بتحرق، وتحرق قوي كمان. وفي موضوع تاني، الاهلي في التصنيف العالمي بقى المركز الخامس عالميا. ف ده موضوع عمر ما في نادي عربي او افريقي وصل له يعني الا الاهلي. فالنادي ده يأهلهولك، اوعى تقارن نفسك بيه، لانك هتفضل قزم وصغير قدام النادي ده. مهما عملت بقى، مهما التحكيم جاملك، مهما سندك، هتفضل حصالة وهلهولة. وهتفضل فرق بكائية، اللي انتوا كنتوا بتقولوا علينا السنة اللي فاتت طالعين بقى ليه تبكوا السنة دي وتحزقوا. اخر حاجة قبل ما اقفل، اوه ساتالانا، ساتالانا، باي.